ولكن ما تنساش بأن التربية راه خطيرة. المدرس الذي لا يأخذ بالجمع بين الأدلة يضل. هذه في بالك أن بعض الناس الآن عندما يسمع الحديث يظن بأن هذا الحديث هو الدين، فيقفز إلى الخبر. أسير عندنا خبر، عندنا حديث، ويظن أن هذا هو الدين، ويسقط جملة من الأدلة الشرعية التي في المحل ظلما وعدوانا، لأنه تربى على هذاك الأمر. أن أصلا الناس أوقد بعضهم صدور بعض بترك السنة، يقول راه يخليو السنة، بمجرد ما يسمع يخليو السنة يقفز. أسير عندنا حديث جزء من الدليل وليس هو كل الدليل، جزء من الدليل، لأن الدليل مزاحم، خبر مزاحم بأدلة أخرى، وإذا كان مزاحم بدليل أقوى منه الخبر يسقط. إذا كان يوجد ما يدفعه وذلك الذي يدفعه أقوى منه فإن هذا الخبر يسقط. قد رأيتم أن الصحابة يسقطون الأخبار، وعلي بن أبي طالب أسقط خبر ذلك العربي قال لا نقبل خبر عربي بول على عقبه، واتهمه بأن هذا العربي لا يؤخذ منه مثل هذا الأمر. وفي الحقيقة حديث ثابت، حديث صحيح، وإنما تركه من أجل ماذا؟ من أجل الغبش في محل التنزيل. يحتاج المسلم إلى النور، يحتاج المسلم إلى نور الدليل والبرهان كي يصل الأمر إلى تمامه مبنيا. خص النور، والنور ما كيجيش من جهة النفس ولا من جهة التربية المنحرفة أو حادية الرؤية، إنما يجي من الأدلة.